يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم زي اللبن الحليب، نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. نهاركم سعيد ان شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحة البال. ما تنسوش تدعوا لابويا والامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني، ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا ابدا ابدا، قولوا ان شاء الله. يلا بقى يا حلوين نبدأ في الروتين بتاعنا. اول حاجة هعمل لي كوباية نسكافيه. احنا دلوقتي الساعة 9 كده الصبح، يعني الساعة 9 دلوقتي، تمام. طبعا انتوا عارفين ان انا بفطر متاخر. عملت ليه كوبايه نسكافيه، نص ميه ونص حليب، عشان نوفر في الحليب شويه. وبعد كده اخدت بعضي ورحت على انتريه وفرشنا الملايه بتاعتنا وقشرنا البطاطس اللي احنا هنعملها على غدا. يعني انا بدأت في الغدا على طول عشان بيقولوا في صيانة وممكن النور يقطع فترة طويلة. فانا قلت لا، ابدأ في الغدا على طول كده من الصبح، عشان لو النور قطع اكون انا خلصت شغل وتصوير والكلام ده. طبعا محمد ابني كان صحي، قمت عملت له كوبايه نسكافيه معايا. طبعا لازم اول ما بيشوفني بشرب اي حاجه عايز زيها. طبعا يا جماعه في ناس كتير متابعين حلوين طلبوا مني البطاطس اللي هي بالصلصه ام تقليه، اللي شافوها عندنا في البلد لما كنت عندنا وانا تعبانه. فانا قلت وحياتكم عندي وغلاوتكم عندي اللي اعملها النهارده ان شاء الله على غدا، مع فرخه حلوه كده وكمان شويه رز كده حلوين، وهنعمل كمان ايس كريم بالمانجا. يعني هنعمل كده شوية حاجات حلوين النهاردة في اليوم بتاعنا. يعني مش هتقل عليكم، معلش استحملوني لو الفيديو طول سيكة شوية. والله انا بحاول ان انا ما اطولش الفيديو على قد ما اقدر، عايزة اعمله 12 دقيقة او 13 دقيقة، ان طول خالص يبقى 15 دقيقة. يعني انا بحاول عشان في ناس برضو عاملة باقات، فيعني الحكاية ما تطولش عندها. والناس يا جماعة اللي عاملة باقات تقدر تشوف الحتة اللي هي عايزاها، يعني مش لازم الفيديو كله. يعني انا اتمنى ان انت تشوفي الفيديو كله، انا طماعة شوية. بس طبعا عشان حضرتك لو انت عامله باقي يا حبيبتي، عشان ما غرمكش يا حبيبتي، تقدري تشوفي الحته اللي انت عايزاها، تمام. بص بقى هنا يا ولاد، طبعا شربنا النسكافيه انا ومحمد، وقطعت البطاطس مكعبات، لا هي تخينه قوي ولا رقيقه قوي. يعني ما ترققهاش كده، صح؟ عشان ما تتهرش منك في الصلصه، تمام. تعالوا بقى، عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. جالي تعليق الفيديو اللي فات، واحده كاتبالي تعليق بتقول لي انت بخيله ومعفنه قوي وما بتغيرش من حالك ولا من شقتك، ولا ما انتش عايزه تبيني الفلوس. انا طبعا يا جماعه سمي وناري قله الادب، انا ما بحبش قله الادب وما بحبش حد يقل ادب عليا. بس الحمد لله انا من طبعي يا جماعه اللي انا ما بحبش اقل ادب على حد، لان دي مش تربيتي، تمام. وكمان احنا على منصه بنطلع احلى حاجه ما فينا عشان العالم كله بيشوفنا. يعني اي حد بيقل ادبه عليا طبعا بعمل له بلوك على طول. بس التعليق ده يا جماعه استوقفني في حاجه، تمام. يعني هي بتقول لي انت بخيله ومعفنه قوي وما بتغيرش من حالك ولا من شقتك، ولا خايفه تبيني الفلوس. انا عايزه اعرف حاجه، يعني ايه معفنه وبخيله؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ هو انا ما باكلش؟ ما باكلش ولادي؟ يعني ايه ما بغيرش من شقتي؟ يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ مالها شقتي؟ معلش في الكلمه، لو مؤاخذه، يعني هو انا قاعده في زريبه عشان تقولي انت ما بتغيرش من شقتك؟ ولا انا قاعده في ايجار بره وبدفع له قد كده ومعايا فلوس ومش عايزه اعمل ليا شقه؟ يعني عرفيني كده، يعني عرفيني. ليه؟ هو انت فاكره هو انا لو عملت حاجه في شقتي او اي حد بيعمل حاجه في شقته بالسهل كده؟ اقل حاجه دلوقتي عشان تعملي اي حاجه بالافات مؤلفه. وبعدين مالها شقتي يا حبيبتي؟ شقتي زي الفل وعجباني وما شاء الله مرتاحه فيها. قبل ما افتح قناه من 4 سنين كنت انا دهناها. ايامها كان الدهانات يا جماعه كل اوضه لون شكل. اي نعم، يعني هي ده غلطه، بس ايامها كان كده. يعني احسن حاجه واشيك حاجه اللون الموحد، تمام. مالها شقتي؟ عندي الانتري بتاعي، وعندي مطبخي، وعندي بوتاجازي، وعندي الكبة بتاعتي والخلاط وغسالة الاوتوماتيك وستايري وحاجات وملاياتي وكل حاجة. وطبعا بجيب حاجات على قد اللي في ايدي. هو انت فاكرة ان احنا بناخد ملايين؟ مين اللي قالك ده؟ مين اللي ضحك عليكي وقالك كده؟ ده انا بقالي 4 سنين على المنصات، على اليوتيوب، تمام. انا اللي كنت بصرف على قناتي، انا اللي كنت بصرف على قناتي وكل القنوات تشهد بكده. هو انتوا فاكرين ايه يا جماعه؟ هو احنا قنوات كبيره؟ انا راضيه بحالي الحمد لله ومبسوطه، ولو معايا يعني انا الحمد لله مبسوطه جدا والحمد لله. كفايه الستر والرضا اللي انا فيه. ولو معايا هشتري بره، هشتري بيت، ابني بيت عشان ولادي. ولو هعدل في شقتي هعدل حاجات بسيطه، بس اهم حاجه ان انا اشتري بيت لولادي، تمام. وبعدين يا حبيبتي انا معايا
معيش، معلش في الكلمة، هي دي حاجة تخصك انت ليكي يا حبيبتي المحتوى اللي انا بقدمه عاجبك على دماغي من فوق، مش عاجبك برضو على دماغي من فوق، لان ده اذواق. يعني في ناس بيعجبها المحتوى بتاعي وفي ناس ما بيعجبهاش، ده اراء وكل واحد حر. لكن تدخلي تشتميني وتقوليلي انت معفنة وبخيلة، انت ما بتغيرش من حالك ولا من شقتك، معلش انت مالكش في كده. تمام؟ وبعدين ماله حالي؟ يعني انت بتقولي ما بتغيرش من حالك، ماله حالي؟ انت عايزاني اطلع عامله ازاي يعني؟ قوليلي كده، عرفيني. يعني اطلع اتميع مثلا؟ طب اطلع اعمل ايه؟ البس محزق وملزق مثلا؟ طب اطلع اعمل ايه؟ عرفيني. يعني انت بتقولي ما بتغيرش من حالك، طب شقتك وعرفناها وقلتلك شقتي كذا، طب حالي بقى ماله؟ يعني عرفيني، لو كان في حاجه عرفيني. بص حبيبتي، انا اول ما طلعت على المنصه مبدأ الاحترام، هو ده مبدئي. هتقولي لي انت هتعملي فيها شيخه، لا انا مش شيخه يا جماعه، انا بني ادمه عاديه زيكم بالظبط، يعني مش ملاك جاي من السما، ليا اخطائي وليا عيوبي وليا مميزاتي، يعني الحمد لله، يعني واحده زيكم بالظبط ومنكم. بس اهم حاجه نستر نفسنا ونستر لحمنا، يعني احنا طالعين قدام العالم كله، لازم نوصل للعالم كله ان الست المصريه والست العربيه ان مبدأها الاحترام مش الفلوس. تمام؟ هو ده الغرض يا جماعة، والحمد لله ربنا يثبتنا كمان وكمان. بص حبيبتي، تعرفي ان انا رفضت كام عرض، العرض ده كان ممكن يخليني حاجة تانية. تعرفي ان انا رفضت عرض في الاذاعة كان هيخليني حاجة تانية. تعرفي ان انا جالي ان قناتي تتباع بشيء وشويات او تتأجر بشيء وشويات وانا برضو رفضت. تعرفي ان جالي عروض في حاجات تانية كتير تبع القناة وتبع شغلي وانا رفضت. والله العظيم كنت زمان حاجة تانية، بس أنا مش مقتنعة. يعني أنا لما يجي لي عرض وأحس إن هو هيجي على بيتي وولادي وهيأثر على بيتي وولادي أنا برفضه طبعا. أنا أهم حاجة عندي الستر والصحة، مش عيب ولا حرام لو معانا فلوس نحسن من نفسنا، مش عيب ولا حرام. يعني أنا لو معايا هفرجها عليا وعلى ولادي وعلى بصي وعلى بيتي وهعمل اللي أنا عايزاه. بس أنا الحمد لله أنا راضية بحالي، مالي، أنا باكل وبشرب وعايشة وكل حاجة ما شاء الله، وبعلم ولادي وزي الفل وزي العسل. يعني ناقصني ايه؟ انا مش ناقصني حاجة الحمد لله. ياما ناس مسكت فلوس وبيتها اتخرب، ياما رجالة اشتغلت ومسكت فلوس واتجوزت على مراتاتها. صدقوا بالله كانت الله يرحمها دايما تقول لي كلمة، والله العظيم كانت دايما تقول لي يا بنت الفقر للمصري نعمة. اقول لها ليه يا امي؟ تقول لي الراجل اول ما يمسك فلوس اول حاجة بيعملها بيتجوز على مراته، والست اول ما بتمسك فلوس طبعا بتشوف نفسها ومش محتاجة لجوزها انه يصرف عليها، تصرف على نفسها. يعني فعلا كلام امي صح. انا بطلب من ربنا، بطلب من ربنا لو هاجي في يوم من الايام ربنا هيفرجها عليا والفلوس دي هتغيرني، انا مش عايزاها. انا عايزه افضل كده، عايزه افضل في شقتي البسيطه الجميله. ممكن اغير في شقتي حاجات بس افضل فيها عايشه في وسط ولادي وفي وسط جوزي بالستر والصحه والحمد لله والرضا. الحمد لله، مع ان عارفه نفسي، يعني الحمد لله لو ربنا فرجها عليا عمر ما هتغير، لان انا عارفه نفسي الحمد لله. يعني احنا متربيين، احنا ناس متربيه الحمد لله. وبعدين يا جماعه مش كل حاجه الفلوس، ياما ناس معاها فلوس ومش مبسوطه. هقولك الفلوس يعني في حاجات مهمه كتير هي وسيله بنجيب بها اكلنا وشربنا وبنكشف بيها، لكن الفلوس عمرها ما تكون هي سبب السعاده عند ناس كتير، والله العظيم. ده الفلوس ساعات بتبقى نقمه على اصحابها. وانا الحمد لله يعني راضيه بنفسي وراضيه بحالي وراضيه بشقتي، وانا احسن من ناس كتيره قوي 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 الحمد لله. كفايه ان انا مش قاعده في سكن وبدفع لي ايجار قد كده، كفايه ان انا مش قاعده في حته مش نظيفه، انا الحمد لله حاجتي كلها نظيفه وزي الفل ومنضفه شقتي الحمد لله. يعني في غيري مش لاقي حتى اوضه بحمام يقعد فيها الحمد لله. واكيد يا حبيبتي في يوم من الايام ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا عارفه ان ربنا هيراضيني طالما ماشيه بما يرضي الله. انا عارفه ان شاء الله الحمد لله ربنا هيراضيني، وساعتها هقولك تعالي يا ستي شفتي لما ربنا فرجها عليا انا عملت ايه لنفسي ولولادي. تمام؟ وبعدين يا جماعه يعني انا عايزه اعرف حاجه، يعني جايلي كام تعليق قبل كده، يعني ناس برضو بيتكلموا على شقتي. مالها شقتي يا جماعه؟ عشان صغيره شويه؟ حلوه رضا، احسن برضو من السكن 100 مره. عشان ايه؟ فرشها بسيط الحمد لله بس نضيف، بس انا منضفاها. تصدقوا بالله انت هتخلوني فعلا افكر في بيع القناه وابيعها، يعني وخلاص واشتري دماغي وخلاص بقى، ولا افتح قناه هنا ولا هنا،
واقعد في بيتي لولادي وخلاص. والله يعني ان انا انا من نوع يا جماعه ما بحبش قله الادب. انا ما بحبش قله الادب. وعلى فكره انا كان ممكن اعمل لها بلوك، بس انا ما عملتش لها بلوك عشان اسمعها الكلمتين دول. خلوني ماشيه في القناه كده بما يرضي الله. انا ما بحبش الغلط وعمري ما هغلط، ولو حصل اكتر من كده عمري ما هغلط. بس الكلام فعلا بيجرح، الكلام بيكسر الخاطر. اجبروا الخاطر عشان تلاقوا اللي يجبر بخاطركم. انا فعلا ساعات بيجي عليا بندم اللي انا فتحت قناه مع اني بحب المحتوى بتاعي. والله العظيم اللي مخليني استحمل الكلام ده ومستحمله حاجات كتير، اللي انا فعلا بحب الشغل بتاعي، بحب المحتوى بتاعي. بحب اوصل البساطه والرضا للناس. طب هقول لكم على حاجه، والله العظيم ما انت هتصدقوني. انا كان ممكن اسيب القناه من الصبح وابيع القناه واستفيد بفلوسها، بس والله العظيم عشان في متابعين كتير سواء هنا او هنا، انا بحبهم وارتبطت بيهم ولازم يعلقولي في التعليقات وبيكلموني واتس. الناس دي كلها يا جماعه انا حبيتهم، قربت منهم وهم قربوا مني، فصعبانين عليا. ازاي ابعد عنهم كده بسهوله؟ يا جماعه مش بسهوله ان انا اعمل صداقه كويسه محترمه مع ناس قد امي، وناس قد في السن واصغر مني، وناس قد بناتي. بنات في سن بنتي كده بيكلموني. مش بالسهل والله يا جماعه عليا اللي انا اسيب القناه بالناس الحلوه دي. بيبقى صعب، بس فعلا ساعات الضغوط الواحد بقى ايه بيقرف. ربنا يديمكم نعمه في حياه الناس المحترمه، الناس اللي بتكتب لي تعليقات ايجابيه. ربنا يخليكم، ما تحرمش منكم ابدا. كل تعليق محترم انتوا بتكتبوه بيدل على تربيتكم، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. قولوا ان شاء الله. معلش يا ولاد الكلام خدنا، بس انا قلت لازم اتكلم كلمتين عشان اسمعها. ربنا يهدي الحال. بصوا يا جماعه، طبعا انتوا شفتوا انا عملت ايه. البطاطس ام صلصه انا عملتها معاكم قبل كده كتير، والملوخيه برضو. على فكره انا اخدت حبه صلصه من البطاطس، من صلصه البطاطس عملت بها الملوخيه، بتبقى جميله الصراحه. احنا كده كده بنعمل الملوخيه الناشفه بالطماطم، ام الله يرحمها كانت بتعملها، والفرخه حمرناها وتغدينا والحمد لله. تعالي وحلوين هنعمل مع بعض الايس كريم بالمانجا. تمام؟ دول منجتين كانوا في الفريزر عندي، قطعتهم كده تقطيع صغير، ومعايا كوبايه كريم شانتيه وكمان كوبايه حليب. الحليب لازم يا جماعه يكون ساقع جدا. حطيت الكريم شانتيه والحليب في الخلاط، وكمان المانجتين اللي انا مقطعاهم، وكمان قلبتهم كده عشان الخلاط يفرمهم كويس. انا كان ممكن اعملهم في الكبه، بس انا قلت اعملهم في الخلاط عشان الناس اللي ما عندهاش كبه. فرمتهم شويه، وبعد كده حطيت معلقتين عسل او معلقتين سكر، ولو مش عايزه تحطي حاجه خالص منهم براحتك. وحطيت كمان كوبايه حليب لاني لقيت الخليط ما شاء الله تقيل شويه، فحطيت كوبايه حليب ما شاء الله، وضربتهم كويس جدا، وحطيتهم بقى في طبق كده ما شاء الله. شايفين الخليط؟ انا عايزاه السمك ده، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي. بعد كده جبت منجايه قطعتها مكعبات وحطيتها كده على الوش. يا سلام، بتبقى جميله لما تيجي تاكليها. بص يا جماعه، القياس الكريم ده انا عاملاه بكريم شانتيه وحليب، هيبقى طعمه جميل. تقدري تعملي الايس كريم من غير كريم شانتيه ولا حليب، بس انا عملته قبل كده ما كانش له طعم. هو حلو بس مش طعم زي الكريم شانتيه، وكمان لما تحطي فيه حليب. تمام؟ بعد كده يا حلوين اخدت الخليط ده وحطيته في الفريزر حوالي 6 ساعات او 7، خليه كام ساعه عشان يمسك نفسه شويه. ما شاء الله ما شاء الله، زي العسل. طعمها يا جماعه تحس ان انت كده بتاكلي كريم كراميل. ايس كريم ما شاء الله غني جدا جدا جدا. تحسي كده ان انت بتاكلي حاجه حلوه، مش حاجه عامله زي الميه الساقعه. ما شاء الله، مع قطع المانجا ما شاء الله بألف هنا. اعمليه لولادك واعمليه لهم ان شاء الله، هيفرحوا بيه. وكمان ما شاء الله الكميه دي عملت طبق ما شاء الله كبير حلو. احنا بنجيب العلبه الصغننه دي ب5 جنيه، لا احنا ما شاء الله عملنا كميه كبيره ما شاء الله ما شاء الله بألف هنا على قلوبكم ان شاء الله. وباذن الله نحاول نعمله المره الجايه بالشوكولاته وبالحليب، لان طبعا في اطفال كتير بيحبوا الايس كريم بالشوكولاته وبالحليب. وده كان اخر الفيديو. اتمنى من كل قلبي يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكره بسيطه جدا. اتمنى كمان لو اول مره تشوفوني، انا ميدو ودي صفحتي وقناتي، اشتركي بقى فيها واعملي لايك. مع السلامه.